مرحبا بكم في رحاب الشعر، حيث تنبض الكلمات صلاة في السر، مع قراءة قصيدة من ديواني قصائد في حقائب الغياب للشاعر إدريس داوي. قصيدة اليوم بعنوان على أبواب روجافا تنتظر القصيدة، ترنيمة الصبر والأمل. على أبواب روجافا تنتظر القصيدة، ليست حبرا على ورق، بل وشوشة رياح حرة، تحمل عبير القمح العنيد وصوت الزغاريد النوروزية. هنا القصيدة تقف حافية عند بوابتك، تلقي السلام على بندقية نزعت زنادها لتزرع وردا في صدور الأسلاك. هنا القصيدة تعلق قلبها على جدار مائل من الصبر، وتنتظر أن يبتسم الغيم، أن تربي الجبال شعرها من جديد، أن تعود العصافير من منفاها في الحناجر. فلتنتظر القصيدة كما تشائين عند عتبة حكايتك. ميلاد العشق من رحم الظلام. روجافا كتبت على جبهة الليل مانيفستو عشق وحنين سوريالي، تعويذة وطن مخزونة في زفرة نجمة، ونبوءة قديسة في جيب شاعر ممسوس بالحب والجنون، حفرها بأظافر ضوء فوق جلد الظلام، كأنه يوقظ القمر من نومه العميق ليلقنه أول دروس الحنين. نقشت حروفه بدمع النجوم وابتسامة الشمس الوليدة. روجافا يا رئة البراري، تكتبين على جبهة الليل بيانا لا يترجم إلا بلغة تنزف لؤلؤا من جرح المعنى. وشم البنفسج ونبض الحياة. روجافا يا وشم البنفسج في خاصرة الريح، يا رغبة النار أن تصبح قبلة، وحنجرة الزمان حين يدندن حرية بأحرف من دخان النرجيلة وصوت الجدات وهن يغزلن الوطن خيطا خيطا من ظلال الحكايات. يا أنثى الزمن المصلوب على ضفاف الحقول، يا رائحة الخبز في فجر المداجن، وهمس الجدات حين يغزلن التاريخ من خيوط الروح. أسمعك في بكاء السطوح حين تهطل الذكريات كمطر عتيق على حجر النوافذ. جذور عميقة. تحت كل شجرة زيتون ثمة قبلة نائمة، وثوب عرس مدفون في علبة صفيح، وصوت والد ما زال عالقا في زفير الحطب، وفي طقطقة الراديو الذي نسي الأغاني ولم ينسى الوطن. القصيدة تقف عند بوابتك بقدمين من تراب الأمومة وشال مبلول بعرق المقاتلات الحالمات. ترى في عينيك ندف الحليب الأول على خد الطفولة، وسعال الجبال وهي ترضع القرى قصاصات الحياة. القصيدة التي لا تنتهي. روجافا لست خارطة ترسم، بل رعشة إحساس حين تلفظ الأرض أسماءها القديمة، وتنمو القصائد في تربة الثورة كزهور برية تنادي بالفجر، وتصلي بلغة لا تشبه إلا دموع الأمهات. هذه الأرض لا تعرف سكون الأبجدية، كل حجر فيها فعل مضارع، وكل زهرة صيحة تحرر خرساء، تلقي بظلالها الزمردية على أرواح عطشى، ترتل أغاني البقاء في معبد الزمن الجريح. روجافا ليست مجرد اسم، بل نبض قصيدة لم تكتب بعد، تنتظر أنامل الروح لتكمل لحنها الأبدي في فضاء لا يعترف بحدود الخارطة إلا حدود القلب المفتوح. المعلم والملهم. تنتظر القصيدة روجافا كمثل طفلة تسرح ضفائرها وتنتظر أمها من الغياب، تتدلى من رقبتها ميدالية خشبية نقش عليها: هنا ولدت من بين القصف، وغسلت وجهي بندى الورد، وسريري كان ترابا، وأغنيتي اسمها الحرية.
تنتظر القصيدة على أبوابك لا لتكتبك، بل لتتعلم منك فن البقاء حرة جميلة عصية على الانطفاء. مرآة الشعر وملاذ الشهداء. يا رجافة، كل بيت فيك مرآة لحنجرة القصيدة، كل حجر يعرف الأناشيد التي لم تكتب، والشهداء يتعطرون كل صباح بورق النعناع الذي تنامين في ظله. القصيدة ليست نصاً، بل نبوءة تفكك الضوء وتنسج من غبار الزمن طفلة تتعلم الهروب من الحكايات القديمة. قصة الصمود والجمال. على أبواب رجافة تتلألأ القصيدة كضوء شارد يرسم على جدران الخيال أشلاء حلم لم يشخ بعد. تنام الكلمات في جيب الغيم ويوقظها العشق بنبض الياسمين السوري، حيث الحنين لا وطن له إلا في شفرة الهواء إذا تمردت عليه الفصول. أنا والقصيدة نقف هناك، نصافح الوقت بيد من دخان، ونهدهد الليل حتى يبوح بما لم يقله الشعراء من قبل. وتنهدت رجافة وكتبت على جبهة الليل: أنا لست خريفا، أنا البذرة التي تنساب كالنار في التراب. وانحنى الوقت كالساقية العتيقة، يسقط المطر حروفا على جسد الحدود، كل قطرة رقصت على خريطة الدنيا فصارت بصمة إنسان أو شظية قمر. القديسة لا تسأل التراب عنها، فهي الماء والقمر، هي قميص الفجر الذي تركناه على أسوار المدينة. تحمل في عينيها زرقة الحقل، وفي يديها نشيد الحصاد، وفي شعرها طلل القداس وذكر الصباح الأبدي. أرض تنبض بالقصائد. هذه الأرض تناديني بصوت الحصى: هل تسمعين وقع القصائد في دم العبور؟ أجيب: نعم، فالكلمات هنا تنبت كأزهار النرجس، تحمل الموت والحب وتلسم العدم بعطر الأنقاض. يا رجافة، لو ترمين لي بحجر من ذاكرتك لصنعت منه مئذنة للشعر. فالقصيدة في زمن الحروب ليست سوى طفلة تلعب بالرصاص وترسم الوجع بألوان تشبه السماء. اللغة هنا تتنفس كرئة مبللة بالندى، والصور تسقط كظل طائر على جدار منصهر، لكنها تبقي القلب معلقا كشمعة فوق أسلاك الحرب. هذه رجافة تجمل العتبات بالرماد، وتعلمنا أن الجمال قد يكون اختفاء أبيضا في زحام الدم. المعجزة الخالدة. يا رجافة، أنت المعجزة التي تولد من ألم القلب، من صرخة التراب، من همسة ترقع ثوب الأمل. قصيدتك ليست كلمات، بل أنفاس تعانق الأفق، وضحكة تضيء كهف اليأس، وحياة تزهر على أبواب الجروح. أنت السؤال الذي أضاعه الأنبياء وانتظره الأجنة في رحم الأرض. أنت صلاة الغرباء وغضب الأيدي التي نسيها التاريخ. كنت أنشودة الرعاة وصرخة الأمهات، كنت وجه القمر ونداء السهل المذبوح في الفجر. لغة اللؤلؤ والجراح. صوتها لغة تستغيث من تحت الرماد، تقول: كانت لنا لغة في دم الأطفال وكحل الأعين وأنفاس الجراح، وكانت لنا أسماء لا تموت، ولكل نجمة نطقنا اسمها وتوارثها الأجيال. رجافة، أنت خبز الفقراء وغناء الأراضي البور، أنت موطن الحلم الذي لا يقايد بالموت. هناك حيث يشرب الجرح نفسه ويتعلم الأطفال نطق الدم قبل الكلمات. طفلة تغسل اللون بصوتها الذي يغري الألوان أن تتجمع في عينيها، ترسم منها الحياة من صفر الرماد.
ترقص الطفولة في حنانها، ويغتسل القمر بكحل صوتها، وتبتسم النساء إذا مطقت، فهي بدر البيوت ونجمة الليل. رجافة، لغتك لؤلؤ تخرج من جرح، تجمع بين الأنثى والطعنة، بين الرحم والبندقية. أنت صخرة نزفت، وظل تحول إلى قمر، وأغنية تصدح في كل بقعة نسيت الصمت. أهلا بكم في تحليلنا المعمق الجديد. النهاردة هنغوص في مقاطع من عمل شعري لافت جدا للشاعر إدريس داوي، على أبواب رجافة تنتظر القصيدة. معانا نص شعري لغته مكثفة مليانة رموز ومشاعر. مهمتنا النهاردة إننا نشوف إزاي النص ده بيصور رجافة، المنطقة اللي في شمال سوريا المعروفة بمشروعها الاجتماعي وصمودها وسط الصراع. وهنتعمق أكتر في ثيمز زي الانتظار، الصمود، الحياة، وحتى دور الشعر نفسه في السياق ده. خلينا نبدأ على طول في صورة كده في الأول يعني بتشد الانتباه فوراً. القصيدة مش جاية تكتب عن رجافة، لأ، دي واقفة عند بوابتها حافية وبتتعلم منها. دي لوحدها بتقلب الموازين. خلينا نفكك النص ده شوية. فعلا البداية دي غير متوقعة ومبتكرة، بتحطنا على طول قدام علاقة مش مألوفة خالص بين الفن والمكان. القصيدة هنا مش مجرد مراقب محايد بيسجل اللي بيشوفه، لأ، دي كيان فاعل موجود بيتفاعل وبيتعلم. شايلة عبير القمح العميد وصوت الزغاريد النوروزية. التصوير ده بيخليها جزء من الطبيعة والثقافة فوراً. والأكتر من كده إنها بتقف حافية عند بوابتك، وبتسلم على بندقية نزأت زنادها لتزرع ورداً في صدور الأسلاك. الصورة الأخيرة دي، البندقية اللي بتزرع ورد، دي كأنها بتلخص حاجات كتير قوي في النص. الصورة دي قوية جدا ومحورية. وقوف القصيدة حافية ده بيأكد على ارتباطها العضوي بالأرض، بالواقع المباشر من غير أي حواجز يعني. وحملها لعبير القمح وزغاريد النوروز بيربطها بالحياة اليومية، بالاستمرارية سواء الثقافية أو الزراعية. أما بقى صورة البندقية اللي بتتحول لأداة لزراعة ورد، فدي تجسيد مبهر لفكرة التحول، تحويل أداة العنف والموت لأداة للحياة والجمال. وده مش مجرد أمنية، لأ، ده تصوير لجوهر الصمود اللي النص بيحاول يلقطه. القصيدة هنا مش مجرد شاهد، لأ، دي مشاركة فعالة في عملية التحويل دي، كأنها نفسها جواها الإمكانية دي. والتجذر ده بيستمر وبيتعمق كمان. شوية والنص يوصفها واقفة بقدمين من تراب الأمومة، وشايلة شال مبلول بعرق المقاتلات الحالمات، وإنها بتشوف في عينين رجافة ندف الحليب الأولى على خد الطفولة، وسعال الجبال وهي تطرد القرى قصاصات الحياة. يا صورة الجبال اللي بترضع القرى قصاصات الحياة دي لوحة بصرية ومعنوية مؤثرة جدا، بترسم مشهد فيه صعوبة ورعاية في نفس الوقت. تماماً. الصور دي بترسخ تجذر القصيدة في الواقع الحي، الواقع المعاش بتاع رجافة، بتربطها بالأرض الأم يعني تراب الأمومة، وبنضال الستات وتضحياتهم وأحلامهم اللي هو عرق المقاتلات، وبتربطها بالأمل والمستقبل برغم كل حاجة، حليب الطفولة. وحتى عناصر الطبيعة القاسية زي الجبال بتشارك في رعاية الحياة واستمرارها بطريقة غير متوقعة خالص، تطرد القرى قصاصات الحياة. ده بيوحي إن البقاء بيتم بأقل القليل بس بيستمر. الشعر هنا زي ما النص بيصوره مش طرف فكري، لا، ده نبض طالع من قلب التجربة الإنسانية والنضائية اليومية. بعدين نوصل لمقطع بيقلب الترابيزة خالص. بيوصف القصيدة وهي بتستنى كمثل طفلة تسرح ضفائرها وتنتظر أمها من الغياب. والأهم بقى إنها بتتعلم من رجافة فن البقاء حرة جميلة عصية على الانطفاء. ده معناه إن القصيدة هنا مش المعلمة، دي التلميذة. رجافة هي اللي بتعلم الشعر إزاي يكون حر وجميل وعصي. دي نقطة تحول حاسمة فعلا في فهمنا لعلاقة الفن بالواقع في النص ده. العلاقة التقليدية اللي فيها الفنان أو القصيدة بيجوا يوصفوا أو يحللوا أو حتى يحكموا على الموضوع، دي بتتقلب تماما. رجافة مش مجرد مادة خام للشعر، لأ، دي هي المعلم والملهم الحي. القصيدة جاية بتواضع علشان تتعلم دروس الصمود والجمال والحرية من التجربة الحية نفسها. وده بيعكس رؤية عميقة بتقول إن التجارب الإنسانية القصوى، المعاناة والصمود، هي دي اللي بتشكل الفن وتديله معناه الأصدق والأعمق.
النص بيأكد ده بفكرة ميدالية خشبية منقوش عليها قصة الميلاد من رحم القصف، والغسل بندى الورد، والنوم على التراب، والتمسك بأغنية الحرية. دي قصة هوية بتتشكل في قلب المعاناة وبتتمسك بالأمل. إذن الشعر ده مش مجرد شوية كلمات وخلاص، ده بيتجسد في المكان نفسه. ده اللي بيبان من وصف إن كل بيت فيكي مراآة لحنجرة القصيدة، وكل حجر يعرف الأناشيد التي لم تكتب، وإن الشهداء يتعطرون كل صباح بورق النعناع. كأن الشعر بقى جزء من الهوى والتراب والأرواح. بالظبط كده، دي النتيجة المنطقية للعلاقة المعكوسة دي. القصيدة مش مجرد نص مكتوب، لا، دي متجسدة في الفضاء المادي والروحي بتاع روجافا. بتظهر في البيوت اللي بتعكس صوتها، في الحجارة الصامتة اللي حافظة الذاكرة، والأغاني اللي لسه ما اتكتبتش، وحتى في أرواح الشهداء المرتبطة بريحة الأرض الحلوة، ريحة النعناع. الشعر هنا بيتجاوز كونه فن ليصبح هو نسيج الحياة نفسها، نسيج المقاومة والذاكرة الجمعية. طيب فهمنا إزاي النص بيصور القصيدة نفسها ككيان حي بيتعلم، لكن روجافا نفسها بقى المعلمة والملهمة، النص بيرسمها إزاي؟ اللغة هنا بتبقى مكثفة قوي، بتقرب من السوريالية أحياناً. يعني مثلاً لما يوصفها بإنها مانيفستو عشق وحنين سوريالي، تعويذة وطن مخزونة في زفرة نجمة، وإن الشاعر بيحفر اسمها بأظافر ضوء فوق جلد الظلم. ده تحسيه أقرب للغة الأساطير منه للوصف الجغرافي. ده صحيح. اللغة هنا بترفع روجافا من مجرد بقعة جغرافية على الخريطة لمستوى رمزي أعمق وأكثر تعقيد. وصفها بمانيفستو عشق وحنين سوريالي بيشير لأنها بيان بيتجاوز الواقع المادي المباشر، بيمزج الحب والشوق بطريقة مش تقليدية، يمكن حالمة أو متجاوزة للمنطق الظاهري. وكونها تعويضة وطن ده بيديها بعد سحري شوية، حاجة مقدسة محفوظة في قلب الكون، في زفرة نجمة. وفكرة حفر اسمها بأظافر ضوء على جلد الظلم دي استعارة بصرية قوية جدا لفعل الخلق والإصرار على الجمال والنور في مواجهة القمع والظلمة. دي رؤية بتشوف في تجربة روجافا ميلاد للعشق من رحم الظلم نفسه. وفي كمان التركيز المذهل ده على التفاصيل الحسية اللي بتخلي المكان ينبض بالحياة، وشم البنفسج في خاصرة الريح، رائحة الخبز في فجر المداجن، أنس الزعتر المصلوب على ضفاف الحقول، وسماع صوتها في بكاء السطوح حين تهطل الذكريات كمطر عتيق. الصور دي بتخلي الواحد كأنه بيشم ويمس ويسمع المكان. أيوة، التفاصيل الحسية دي هي اللي بترسم صورة حية ومركبة لروجافا، بتربطها بالطبيعة، الطبيعة اللي بتتألم وجميلة في نفس الوقت، البنفسج، الريح، الزعتر المصلوب، وبتربطها بالحياة اليومية الأساسية، ريحة الخبز، وكمان بالألم والتضحية اللي ليها جذور في الأرض، الزعتر المصلوب، وبالذاكرة الجمعية العميقة والحزينة أحياناً، بكاء السطوح، المطر العتيق. وشم البنفسج ده يوحي بعلامة جمال دايمة محفورة في جسم المكان أو يمكن في روحه. وصوت الجدات زي ما النص بيقول في حتة تانية، وهم يغزون التاريخ من خيوط الروح، ده بيضيف بعد مهم للتراث الشفوي المستمر والحكمة المتوارثة اللي بتحفظ الهوية عبر الأجيال. طيب وإيه معنى إن النص بيقول إن روجافا مش خارطة ترسم، لكن رعشة إحساس حين تلفظ الأرض أسماءها القديمة، وإن القصائد بتنمو فيها كزهور برية، ولغتها لا تشبه إلا دموع الأمهات، وإن كل حجر فيها فعل مضارع، وكل زهرة صيحة تحرر خرساء؟ ده بيأكد على حيويتها وصعوبة حصرها في تعريف جامد يمكن. ده بالظبط اللي المقارنات دي بتقصده. النص بيقارن بين المفهوم الثابت الجامد المحدد الخارطة، وبين المفهوم الحي الديناميكي المتغير، رعشة إحساس، فعل مضارع مستمر. روجافا هنا مش مجرد مكان ليه حدود، لا، دي حركة مستمرة، حياة بتتجدد باستمرار، مرتبطة بجذورها العميقة وبذاكرتها، بالأسماء القديمة اللي الأرض بتنطقها. ونمو القصائد فيها زي الزهور البرية، بيشير لطبيعة فنية عفوية أصيلة طالعة من تربة التجربة نفسها، مش مفروضة من بره. وتشبيه لغتها بدموع الأمهات بيأكد على عمقها وصدقها العاطفي البدائي، يمكن اللي صعب يترجم أو يتفسر بالكامل. وفكرة إن الحجر فعل مضارع والزهرة صيحة تحرر خرساء بتشدد على إن المقاومة والفعل مستمرين في كل عنصر من عناصر المكان، حتى العناصر الصامتة. نهيدة روجافا نفسها أنا لست خريفاً،
أنا البذرة التي تنساب كالنار في التراب. رفض الخريف والإصرار على هوية البذرة ده يعني إعلان صمود قوي جداً. هو كذلك فعلا. ده تصريح قوي جدا بالقدرة الكامنة على التجدد والحياة برغم كل شيء. رفض الخريف اللي بيرمز تقليديا للنهاية والذبول والموت، والتأكيد على الهوية كبذرة اللي هي رمز البداية والإمكانية والحياة المستقبلية، ده بيمثل صمود جوهري وفلسفة حياة. ووصف البذرة دي بإنها تنساب كالنار في التراب بيضيف بعد مهم. هي مش مجرد بذرة ساكنة، لا، دي قوة نشطة حارقة عندها القدرة على التحويل والاختراق حتى في أصعب الظروف زي التراب. دي صورة بتجمع بين الهشاشة الظاهرية والقوة الجوهرية. النص كمان بيوصف الأرض بإنها تنادي بصوت الحصى، والكلمات فيها تنبت كأزهار النرجس، تحمل الموت والحب وتلثم العدم بعطر الأنقاض، وكأن اللغة نفسها بتتنفس زي رئة مبللة بالندى. مش ده يبدو متناقض؟ إزاي الكلمات تشيل الموت والحب سوا أو تلثم العدم بالعطر؟ هي مش تناقضات بالمعنى الحرفي قد ما هي تجسيد أمين لواقع مركب ومعقد. في تجربة زي اللي النص بيصورها، الحياة والموت، الحب والألم، الدمار والجمال مش أقطاب منفصلة، لا، دي متعايشة ومتشابكة بعمق. الكلمات اللي بتنبت زي النرجس رمز الجمال والأمل والتجدد، لكن في نفس الوقت تحمل الموت والحب. دي بتعكس الازدواجية المؤلمة دي، وقدرة الكلمات دي على إنها تلثم العدم بعطر الأنقاض. دي صورة شعرية بليغة جدا عن إمكانية إيجاد معنى وجمال وقيمة حتى في قلب الخراب والفراغ. اللغة كريئة مبللة بالندى، بتوحي بحياة هشة رقيقة لكنها أساسية ومستمرة ومصدر للتنفس والبقاء. وفكرة صنع مئذنة للشعر من حجر الذاكرة زي ما ورد في النص بتأكد على إعطاء مكانة مقدسة للتعبير الثقافي والفني في زمن الحرب والدمار. النص بيوصل بعد كده لوصف روجافا بالمعجزة الخالدة اللي بتتولد من ألم القلب وصرخة التراب وهمسة ترقع ثوب الأمل، وبيوصفها بإنها السؤال الذي أضاعه الأنبياء، صلاة الغرباء، غضب الأيدي التي نسيها التاريخ، أنشودة للرعاة، وصرخة الأمهات. ده بيرتقي بيها لمستوى بيتجاوز المكان والزمان المحددين، صح؟ تماماً. في المقاطع دي بيتم الارتقاء بروجافا لمستوى رمزي يكاد يكون أسطوري أو كوني. بتصبح تجسيد لتيمات إنسانية عالمية كبيرة، الولادة المتجددة من رحم الألم والمعاناة، صوت الأرض المهمشة والمستضعفة اللي بتصرخ، الأمل العنيد اللي بيتمسك به الأفراد زي همسة الأم دي، وكمان الأسئلة الوجودية الكبرى اللي حيرت البشرية، السؤال الذي أضاعه الأنبياء، صوت المنفيين والمهاجرين والمشردين، صلاة الغرباء، غضب المنسيين والمظلومين عبر العصور، الأيدي التي نسيها التاريخ، وأصوات البسطاء والأمهات اللي بتحمل أصالة التجربة الإنسانية. بالمعنى ده، القصيدة بتربط معاناة وصمود روجافا بصراعات وتطلعات إنسانية أساسية وعالمية. وبيتكرر الكلام عن لغة خاصة، لغة اللؤلؤ والجراح، لغة تستغيث من تحت الرماد، بتجمع بين الأنثى والطعنة، بين الرحم والبندقية. وبيوصف روجافا بإنها خبز الفقراء، غناء الأراضي البور، وموطن الحلم الذي لا يقايض بالموت. مرة تانية الصور دي بتجمع بين النقيضين، الجمال والألم، الخلق والعنف. فعلا، عبارة لغة اللؤلؤ والجراح دي بتلخص كتير من فلسفة النص. الجمال الثمين والنادر، اللؤلؤ، مش بينشأ إلا من خلال الألم والمعاناة، الجراح. اللغة دي، لغة روجافا زي ما النص بيصورها، هي لغة قادرة إنها تحتوي تناقضات الواقع الصعب والمرير، الأنوثة والخلق والحياة، الأنثى والرحم، جنباً إلى جنب مع العنف والصراع والموت، الطعنة، البندقية. والتأكيد على إنها خبز الفقراء وغناء الأراضي البور بيرسخ دورها كمصدر للحياة المادية والروحية والأمل للمهمشين واللي ما معهمش حاجة. وفكرة إنها موطن الحلم الذي لا يقايض بالموت بتأكد على قيمة مطلقة للحياة والأمل والكرامة مش ممكن المساومة عليها تحت أي ظرف. وفي السياق ده بتيجي صورة الأطفال اللي يتعلمون نطق الدم قبل الكلمات كصورة قاسية وصادمة، لكنها بتعبر عن واقع مرير ما ينفعش نتجاهله. خلال استكشافنا ده لاحظت إن فيه رموز معينة بتتكرر بشكل لافت للنظر. القصيدة اللي بتستنى عند البوابة، القمح والخبز،
الورد والبندقية اللي بتزرعه، الأمهات والجدات، الليل والفجر، الحجارة الصامتة، النار والبذور، المطر والندى، الجراح واللؤلؤ، البنفسج والزعتر والنعناع. كأنها مفردات قاموس خاص بالقصيدة دي. ده صحيح تماماً. الرموز دي بتشكل فعلاً معجم شعري خاص بالنص، شبكة من المعاني المترابطة. البذرة والنار بيمثلوا الصمود والتجدد والقوة الكامنة. القمح والخبز بيرمزوا للحياة والاستمرارية والاحتياجات الأساسية. البنفسج والزعتر والنعناع والمطر والندى بيربطوا التجربة بالطبيعة والأرض والهشاشة والجمال. البندقية اللي بتتحول لوردة دي رمز قوي للتحول والأمل وإمكانية تجاوز العنف. الحجارة والجدات بيمثلوا الذاكرة والتاريخ والجذور. الجراح واللؤلؤ بيجسدوا ديالكتيك الألم والجمال. والفجر والقصيدة المنتظرة بيمثلوا الأمل والمستقبل والإبداع اللي بيستنى عشان يتولد ويتعلم. كل الرموز دي مع بعضها بترسم لوحة مركبة متعددة الأبعاد للحياة في مواجهة أصعب الصعاب. حسناً، بعد الجولة العميقة دي في مقاطع من قصيدة إدريس داوي المؤثرة دي، إيه اللي ممكن نستخلصه بشكل عام؟ يبدو لي إن النص مش بيقدم مجرد وصف أو رثاء، لأ دي رؤية مركبة للرجافة كمكان وكفكرة. هي تجسيد لصراع مرير، لكن كمان لصمود إنساني عميق وارتباط وثيق بالأرض والتاريخ والذاكرة. وفي الآخر مصدر إلهام، حيث بتستمر الحياة والشعر والفن في مواجهة كل التحديات، بل وبتتعلم منها كمان. إذن، إيه المغزى الأعمق اللي ممكن ناخده معانا من النص ده؟ اللي يثير التأمل بشكل خاص هنا هو إزاي النص بيصور الفن الشعري تحديداً مش كحاجة خارجية أو منفصلة عن التجربة القاسية، لا، كجزء لا يتجزأ من النسيج الحي للصمود والمعاناة. الشعر هنا مش مجرد تعليق على الأحداث، لا، ده مولود من رحمها وبيتعلم منها بتواضع. يمكن السؤال الجوهري للنص ده بيسيبه لنا نفكر فيه هو إزاي اللغة الفنية، لغة الشعر، بتلاقي صوتها الحقيقي وقوتها الفريدة مش بالرغم من التناقضات العميقة والمصاعب الجسيمة اللي بتصورها، بل يمكن من خلال احتضانها للتناقضات دي. تماماً زي صورة لغة اللؤلؤ والجراح اللي بتحتضن الأنثى والطعنة بين الرحم والبندقية. إزاي ممكن الكلمات تشيل كل التعقيد ده، كل الألم ده، كل الجمال المتناقض ده، وتفضل قادرة على الخلق وعلى التعبير عن أمل عميد وعن جمال بيتحدى الخراب. أعتقد ده هو التحدي والسؤال اللي القصيدة دي بتسيبه لنا نتأمل فيه.